السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة عالم حنان. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد الكيسات او الليفات ديال الصابون اللي ساهلين في الخدمة. بالنسبة اللي بغى يخدمهم ليه ولا وليداتو، وبالنسبة اللي بغى يتخذهم كمشروع يخدمهم ويبيع ويعاود فيهم البيع. كما كتلاحظوا راه كيجيو رائعين، نستخدموهم للصابون. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا جميع الخطوات باش نخدموهم، وراه ساهلين في الخدمه كما قلت لكم. على بركه الله نبداو. غنحتاجوا القيطان كما كتلاحظوا، غير هو القيطان وكروشي، يعني والكروشي يكون غليظ شي شويه. طبعا القيطان ما غاديش نخدموا به هكا، ضروري غادي نسربوه باش تعطينا داك الشكل اللي غادي نخدموا معكم. كما كتلاحظوا غنسربوه، طبعا ما نسربوش كامل، يعني غنسربوه 2 متر 3 متر نخدموا حتى نوصلوا لسميتو، حيت الا سربناه كامل بيتخبل لينا. على بركه الله اول حاجه غنديروها وهي عقده البدايه. غنخدموا واحد السلسله عقده البدايه كما كتلاحظوا، وغنبداو غنخدموا على حساب العرض ديال اليد ديالنا. في الاغلب يعني ما بين 38 سلسله حتى 42 بالنسبه اللي يدو عريضه. انا هنا غادي نخدم واحد 40 سلسله، واللي بغى يعبر بالسنتيم راه يعبر السنتيم. غير هو ردوا البال راح نتكيتي راه هاد سميتو. طبعا نرخيو يدينا في الخدمه، حيت الا زيرناه ما غاديش يبغي يدخل لينا في يدينا. كما كتلاحظوا خدمنا 40 سلسله، غنجمعوها بمنزلقه. وغنخدموا واحد 8 سلاسل اولا 10 باش نخدموا هذيك الحلقه اللي ممكن نعلقوها في الدوش، ولا يعني من غنعلقوها نخدموها في البدايه، ما نحتاجوش تنكملوا نعاودوا نخدموها. طبعا في نفس السلسله اللي طلعنا بالسلاسل غادي نخدموا منزلقه باش تعطينا هذه الحلقه كما كتلاحظوا. وهذاك الخيط اللي ديال البدايه راه غادي نخدموا عليه باش ما يشكلش لنا شي مشكل. غنخدموا 3 سلاسل اللي غنعتبروهم عمود، وفي كل سلسله يعني في السلسله المواليه ما نخدموش في نفس السلسله اللي طلعنا ب3 سلاسل، حيت اعتبرنا هذاك عمود. وفي كل سلسله من هاد 40 سلسله غنخدموا عمود بلفه، يعني في كل سلسله غنخدموا عمود مع الخيط كيتجمع. غنحاولوا نجبدوه شي شويه، غتبان لينا العين ديال السلسله فين نخدموا. كما كتلاحظوا غنستمروا كل سلسله غنديروا فيها عمود حتى غنكملوا الدوره. وغنجوا لهذوك 3 سلاسل اللي خدمنا اللي اعتبرناهم عمود، غنجوا للسلسله الثالثه غنخدموا فيها منزلقه. وبالنسبه لهاد الاعمده غادي نخدموا 4 ديال السطوره، يعني تيشكلوا لينا ديك الباندا ديال الكيس قبل ما نبداو نخدموا في الكيس ديالنا. بعد ما درنا منزلقه غنرتفعوا ب3 سلاسل اللي غيشكلوا لنا، طبعا كنعتبروهم عمود. وفوق كل عمود غنخدموا عمود. غنمشيو بنفس الطريقه حتى غنكملوا 4 ديال السطوره. كما كتلاحظوا انا كنت خادماهم في هذا اللون. صافي من بعد ما درنا 4 سطوره غادي نشدوه غادي نسدوه بمنزلقه، وغنديروا هذا الفيلين ولا اي خويط بلون مغاير باش تنعلموا هاد البليصه، حيت هي فين غنحبسوا الخدمه. يعني مني غادي نخدموا الدورات
ديال الكيس، يعني خاص في نفس الاتجاه اللي كاين هاد الفيليل غادي نحبسوا الخدمه. كما كتلاحظوا هنا ما غاديش نديروا، لا ما غنرتفعوا لا بسلسله لا والو، غنديروا عمود بلفه بهذا الشكل، وغنجيبوا الخيط على الاصبع ديالنا الكبير كما كتلاحظوا بهذا الشكل. لاحظوا، وغنديروا غنشدوا هاد الخيط. ايوا كيبغي الخاطر تيهرب لينا الخيط حيت ملس كما كتلاحظوا. غادي نخرجوه من هذوك جوج الخيوطه اللي غنديروا لفه اخرى. طبعا كنتحكموا في هذاك الخيط اللي جرينا بالاصبع ديالنا الكبير باش ما يمشيش لنا من الجهه الاخرى. فغنعاود معكم عمود فوق كل عمود غنخدموا عمود بنفس الطريقه باش تعطينا هذاك داك الشكل الكيس كما كتلاحظوا في الاصبع ديالنا بهذا الشكل. وكنجروا الخيط كندخلوه نخرجوه من هاد جوج الخيوطه وغنلويو الخيط وغادي نخرجوه من جوج الخيوطه اللي بقاو. بهذا الشكل غادي نستمروا في الخدمه. دائما نشدوا هاد الخيوطه اللي باش ما يبرزوناش. كما كتلاحظوا غنخدموا بنفس الطريقه اعمده بنفس الشكل. مع الاستمرار كنبقاو خدامين حتى غادي نكملوا الكيس ديالنا، حيت بعد الخدمه غادي يعطينا الشكل كما اللي شفتوا في بدايه الفيديو، باش يعطينا داك الكيس في هذاك الشكل. يعني الخويطات، هذوك الخويطات تعطيو واحد المنظر زوين للكيس، وفي نفس الوقت ملي كنستعملوه للحمام كيكون زوين حتى في الحكان ديالو. صافي غادي نستمروا بنفس الشكل. كنجيبوا الدورات، وبالنسبه للقياس غادي نشوفوا على حسب الايد. يعني الا كانت الايد كما كتلاحظوا درت الدوره الاولى كما كتلاحظوا. لا ما غاديش نديروا لا ما غنسدوا لا بالمنزلقه لا والو، غادي نبقاو مستمرين دورات بهذا الشكل. صافي فوق كل عمود بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا الخدمه ديالنا. كما قلت لكم بالنسبه للقياس ديال الكيس يا اما نعبروه بالسنتيم على حسب الايد ديالنا، يعني تنحيدوا داك العبار ديال الصمطه هذيك الباندا وتنعبروا القياس ديال اليد ديالنا. واللي بغى يخدم بالسطوره يعني ملي كنخدموا يعني 40 سلسله في البدايه، ملي كنبغيو نخدموا هذيك الباندا تنطلعوا ما بين 17 18 19 حتى 20 لو ماكسيموم 20 ما نفوتوهاش. راه كيجي الكيس هو هذاك، وعلى حسب اليد الا كانت طويله ولا قصيره على حسب العبار غادي تعبروا باش يجيكم على قياس يديكم. وبالنسبه اللي بغى الحجم كبر كما قلت لكم غديروا 42 في السلاسل ديال البدايه، وراه كيجي الكيس هو هذاك واخا تكون اليد عريضه. وطبعا نديروا 20 حتى 22 في الطول ديال من بعد هذيك الباند. طبعا كنخدموا 20 حتى 22 سطر من هاد الاعمده اللي بهذا الشكل. يعني كنخدموا العمود بلفه وكنلويو الخيط على الاصبع ديالنا بهذا الشكل، وكنستمروا حتى غادي نكملوا القياس ديال الكيس ديالنا كله. راه سهل في الخدمه، كيبغي غير شويه الخاطر. حتى بالنسبه للمبتدئات غيخدموه بسهوله، غير هو في الاول تيكون هذاك الاشكال ديال هذاك الخيط ملي كنبغيو نخدموا
العمود الموالي يبرزطنا شي شويه، ولكن مع الممارسه راه كنتعودوا على الخدمه. كما كتلاحظوا ها هو الكيس ديالي كملته. دابا غادي نبغوا نجمعوه يعني او نخيطوه. غنخيطوه طبعا بالكروشي، غنقلبوه بهذا الشكل، غنقلبوه على الظهر ديالو. كما كتلاحظوا راه يعني النهايه ديال سميتو مقابله مع فين علمنا بهذاك الفيليل، باش يجينا الكيس ما يجيناش عوج من الا ما جبناش القياسات كما قلت لكم. صافي الطريقه باش غنجمعوه كما كتلاحظوا. غنجيو لهاد السلسله كما كتلاحظوا، غنجيو السلسله ندخلوا الكروشي وغندخلوه في السلسله المقابله ليها كما كتلاحظوا. وغادي نلويو الخيط، غنجمعوهم بغرزه حشو. اللي بغى يدير منزلقه ممكن ديروها كما كتلاحظوا. نخدموا غرزه حشو بنفس الطريقه، السلسله والسلسله المقابله لها، باش تيجينا متقون في الخدمه. ما يجيش يعني الا فوتنا سلسله وخدمنا في السلسله اللي من بعدها غادي يجينا ما مخدومش، ما مفينيش مزيان. ولكن الا خدمناه بهذه الطريقه غيتفينا مزيان وما غنحتاجوش نعاودو نخيطوه من مره اخرى ولا كما كتلاحظوا. حيت هذا الخيط طبعا كيكون صحيح، راه ما تقدريش تقطعيه بيديك. صافي غنبداو سلسله مقابل سلسله ونخدموا غرزه حشو حتى غنكملوا الكيس ديالنا بالكامل كما كتلاحظوا. صافي غنستمروا حتى للنهايه. وباش غنفينيو الخيط ديالنا بينا نخرجوه بهذا الشكل. وغندفنوه في بهذا الشكل، يعني بالكروشي طبعا، بالاستعانه بالكروشي دائما، باش ماشي من الا قطعنا من هنا اكيد غادي يتسرب لينا. يعني نديرو واحد شويه نفينيوه بهذا الشكل. غندفنوه بهذا الشكل في الكيس، في الخياطه اللي درنا من التحت. صافي وغنجيبو البريكه وغنحرقوه كما كتلاحظوا وتنضغطوا عليه راه تيتفيكسا. صافي ما تيبقاش يتحرك كاع. يعني نخدموا بالكيس بكل اريحيه، يعني ما غادي يخسر لينا ما والو. كما كتلاحظوا ها هي النتيجه النهائيه كما كتلاحظوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانتظروا مني غادي نصاوب معكم الكيس ديال الوجه، يعني واحد الكيس خاص بالوجه. وطبعا الكيس اللي كنستعملوا للظهر ان شاء الله غنقسموا لكم على اجزاء. هذا طبعا جزء اول، والجزء الثاني غادي نخدم معكم الكيس اللي نستعملوه للوجه، نديروه خاص بالوجه. وطبعا غنخدم معكم الكيس ديال الظهر. ايوا نخليكم على خير.